ماما ينفع تقولي حاجة قبل ما انام؟ طبعا يا قلب ماما، قولي يا ست البنات. ما هو خلق ربنا ازاي الدنيا وكان فيها قبلها بشر؟ سؤال جميل قوي يا ايسل. تعالي نرجع بقى بالسفر العجيب بتاعنا لزمان خالص، لقبل ما يكون في بشر ولا أرض ولا سماء. كان يا مكان وكان الله ولا شيء معه. يعني ايه؟ يعني ولا كان في شمس ولا كان في قمر ولا نجوم ولا حتى بشر، وكان في نور عظيم هو نور ربنا سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل إن هو يخلق أول حاجة، فخلق إيه يا أيسل؟ خلق العرش، وهو أعظم مخلوق خلق. كان عرش ربنا وكان محطوط على الماء. بعدها ربنا خلق السماوات السبع، السماء الأولى وكان فيها نجوم، والتانية والتالتة لحد السبعة، كلها كانت مليانة ملائكة بتسبح لربنا وبتسجد له. ما يعني السما السبعة مش واحدة؟ أيوة يا قلبي، وكل سما كان لها شكل ومكان ووظيفة وملايكة مش بنشوفهم لكن موجودين دايما. مهم بقى يا أيسولتي، وبعد ما السماوات اتخلقت ربنا خلق الأرض وفرشها بقى، وخلى فيها جبال وبحار وأنهار ونباتات، وخلاها جاهزة علشان يسكنها أول بشر. هيجي مين بقى أول إنسان يا شطورة؟ سيدنا آدم، صح يا ماما؟ أنا عارفة. برافو عليك يا آيس، فعلا سيدنا آدم عليه السلام هو أول إنسان ربنا خلقه، خلق منه زوجته حواء علشان يعيشوا سوا في الجنة. عارفة بقى يا آيس أصلا ربنا خلق سيدنا آدم من إيه؟ احنا عارفة لما شفتها في المدرسة وخلقوا من الطين. برافو عليكي، فعلا هو خلقه من الطين ونفخ فيه من روحه. كان سيدنا آدم يا آيس عايش لوحده، وكان وحيد وحزين، فربنا سبحانه وتعالى عشان يرضيه فراح خلق له ستنا حواء، واتخلقت من ضلعه، وكانوا عايشين في الجنة فيها كل الحاجات الحلوة اللي ممكن تتخيليها. لكن حصل حاجة مهمة جدا هنحكيها في الحلقة الجاية. ايه يا ماما، حصل ايه؟ غنونة، خلي فيه تشويق، بس اوعدك بكرة هنكمل حكايتنا ونعرف ايه اللي حصل مع سيدنا آدم وستنا حواء. ماما انا عايز اكون نبية ويجي اكبر. يا روحي، كان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام آخر نبي، وهنحكي قصته بعدين إن شاء الله في حلقة من الحلقات اللي جاية. بس انتي نبية في طيبتك وذكائك، ربنا بيحبك يا ملاكي. يلا يا أطفال الحلوين، دلوقتي جينا لسؤال الحلقة، وسؤال الحلقة هو: ما هو أول شيء خلقه الله؟ خلق إيه أول حاجة؟ خلق الأرض ولا العرش ولا سيدنا آدم؟ اللي يعرف الإجابة يكتبها في التعليقات، وهنقول اسم الفايز في الحلقة الجاية.